اللي هتسمعه دلوقتي مش مجرد قصة رعب، دي رواية مستوحاة من أحداث حقيقية حصلت في قرية في قلب الريف المصري. اللي هتسمعه دلوقتي مش مجرد كلام ولا تخيلات، قرية مهجورة الكل بيبعد عنها من زمان، مكان السكوت فيه مرعب أكتر من أي دوشة، وبعد نص الليل بيظهر أصوات غير طبيعية. كل اللي حصل هناك بدأ بملف صغير لونه أصفر، وجوه الملف ده موجود ورق مكتوب عليه بحروف غريبة أسماء لناس اختفت من زمان. مش عاوز اطول عليكم وعاوزكم تدخلوا معايا في قلب الرواية. قبل اي حاجة عاوزك تحضر الطقوس اللي احنا متعودين عليها، سماعتك وقهوتك، واجهز علشان سهرتك. بسم الله. الجو في الريف كان غريب من يوم ما قررت أروح البيت المهجور اللي كل الناس كانت بتتكلم عنه بحذر. البيت ده واقف في نص الزرع بعيد عن أي سكان، الحيطان فيه متشققة والباب الخشبي متهالك ومعلق على مفصلاته بصعوبة، كأن الزمن نساه من سنين. والهوا حوالين البيت كان تقيل كأنه شايل أشياء مش باينة، ريحة عفن ومية راكدة وريحة تراب غريب مختلط بريحة دخان قديم، كان عاملين جو مش طبيعي. لما دخلت الباب حسيت اني دخلت في عالم تاني، الأرضية خشبها بيرن تحت رجلي، والضوء اللي داخل من الشبابيك المكسورة قليل وبيخلي كل حاجة تبان مظلمة ومرعبة. وبدأت أسمع أصوات خافتة زي همسات، بس لما ركزت أكتر بتختفي. وكل ما أمشي أعمق في البيت كان في إحساس إن في حد بيتابعني، حاجة ملهاش تفسير. فجأة لقيت درج قديم بيتجه للطابق اللي فوق، وكل خطوة كنت بخطيها كانت بتعمل صوت صدى. ولقيت نفسي قدام غرفة كبيرة ومقفولة، الباب تقريبا سايب أثر خدوش زي حد حاول يفتحه من زمان. وورا الباب حسيت إن في قوة غريبة، كأن البيت نفسه بيرفض إنك تدخل. ولما فتحت الباب بالراحة لقيت جو تاني خالص، الغرفة مليانة تراب وقطع أساس مهجورة، وعلى الحيطة صور قديمة وبتبين ناس في سنين مختلفة. فجأة لفت انتباهي مكتب قديم على جنب الغرفة، عليه ملف قديم غامض. الملف كان مغبر، لما مسكته حسيت برد غريب كده بيخش جوه جسمي، وكأن الملف نفسه فيه حياة. لقيت فيها أوراق مكتوبة بخط قديم كلها أسماء لناس، وكل اسم مكتوب مع تاريخ اختفاء. حسيت إن الأشعريرة بتغطي جسمي لما لاحظت إن كل الأسماء غريبة ومختفية من سنين، والأسماء ديت كلها كانت مرتبطة بنفس البيت. كل واحد من دول كان ليه سبب اختفاء غامض، وكل قصة مرتبطة بلعنة البيت اللي الكل كان بيتكلم عنها. ومع كل ورقة كنت بقلبها كنت بحس بوجود شيء غريب حواليا، كأن في صوت خطوات خافتة واهتزاز خفيف في الأرضية. حسيت إن البيت نفسه بيتنفس، وكل ضوء كان بيتغير حواليا كأن في كيان بيتحرك في الزوايا. وفي نص الملف كان في صفحة مختلفة مكتوب فيها بخط غامض: اللي يقرأ الأسماء هيتقابل باللي اختفى. وده خلاني أوقف كل حاجة. حسيت إن في طاقة خارجة عن السيطرة حواليا، وبدأت أصوات همسات تعلى، وحرارة الجو زادت فجأة، والجو كله اتقلب حرفيا. حسيت إن في حاجة مش طبيعية، كأن البيت نفسه عايز يخنقني. لقيت نفسي فجأة قدام باب تاني صغير ومقفول، ومكتوب عليه رموز غريبة وحروف مش مفهومة. لما قربت منه حسيت ان في نظر عليا من حاجة بس ما كانتش باينة، والملف في ايدي كأنه بينبض. ومع كل صفحة بقلبها كنت بحس ان الكيان اللي في البيت بيتقوى. ولقيت نفسي لازم اقرر اذا كنت هكمل واعرف سر الاسماء ديت واللي حصل لهم، ولا اخرج قبل ما البيت يمسك بيا. كل حاجة حواليا كانت بتتحرك من غير سبب،
والضوء، الظل، كل الأصوات وكل حاجة. كنت عارف إن ديت البداية بس، وإن اللي جاي هيبقى أعنف وأخطر، والملف الغامض ده هو المفتاح لكل الرعب اللي أنا هعيش فيه في البيت المهجور ده. بعد اللي حصل في الجزء الأول رجعت تاني للبيت المهجور والملف الغامض ماسكه في إيدي، لكن المرة دي كنت حاسس بخوف أكبر، زي ما يكون إحساس غريب جوايا بيقولي إن اللي جاي مش طبيعي. والجو حواليا كان تقيل، كأنه مش بس بيت مهجور، ده مكان فيه طاقة شريرة من سنين. ومع كل خطوة كنت بخطيها في الصالون الكبير الأرضية بتصدر أصوات خشنة، كأن البيت نفسه بيصرخ. ولقيت ظل بيتحرك من بعيد. لحظة ما ركزت فيه كان شكل الكيان ده شبه إنسان بس مش طبيعي، طويل جدا وظله بيتمد كأنه بيتمدد في كل أنحاء الغرفة. عيني سودة زي الليل، وكل ما قربت منه بحس بحاجة جديدة كده في جسمي، والهوا حواليا حرفيا اتجمد. وكل ما حاولت أتكلم صوتي كان بيختفي. الكيان قرب مني خطوة واحدة وخلاص حسيت بالوجود بتاعه حواليا. مع كل حركة ليه كان في ريحة عفن وحرق مختلطين بيظهروا. وفضل واقف كده لحد ما جريت ناحية السلم اللي بيطلع للطابق التاني. كل خطوة كانت بتصدر صوت كأن البيت نفسه بيتحرك وبيتضايق من وجودي. وصلت للطابق التاني لقيت الغرفة الكبيرة اللي فيها المكتب والملف مقفولة بطريقة غريبة، وكل الورق اللي فيه الأسماء كان بيهرب من نظري، وكأن الورق بيتحرك لوحده. وسمعت صوت مكتوم بيهمس: ارجع ارجع قبل ما يمسك بيك. لكن الفضول كان أقوى. فتحت الملف تاني ولقيت صفحة جديدة مكتوب فيها اسم واحد من اللي اختفوا زمان، ومعاه تفاصيل غريبة جدا: تاريخ اختفائه، وصف المكان اللي كانوا موجودين فيه قبل اختفائهم. واللي خلى جسمي أشعر إنه مش مجرد أسماء، كل واحد من دول كان ليه صلة بالبيت والكيان. واللي اختفى بيظهر في أحلام الناس اللي بيقربوا من البيت، والكيان ده كان بيراقب كل خطوة. لقيت نفسي فجأة قدام مراية كبيرة في الغرفة، وملامح مشوشة بتاعتي انعكست فيها، لكن ورايا كان في شخصية مظللة وواقفة، مجرد ظل بس. وكل ما حاولت أتحرك ظله بيقرب مني أكتر، ومعاه صوت همسات مستمرة: اللي فتح الملف لازم يدفع ثمنه. وفي نفس اللحظة الباب اتقفل ورايا بقوة. الأرض اتهزت وكأن البيت نفسه بيحتجزني جواه، وكل النوافذ اتغطت بضباب غريب كأنها بتحاول تمنع أي ضوء إنه يدخل. وبدأت أصوات خطوات زي شخصيات كتير حواليا، كل صوت مختلف. وأنا جوايا شعور إن كل الناس اللي اختفوا زمان موجودين حواليا، مش قادر أشوفهم بس حاسس بيهم. وكل مرة أفتح الملف أكتر كل التفاصيل عن اختفائهم بتظهر، وكل واحد من دول كان له سبب غريب ومرعب مرتبط بالبيت والكيان. ومع مرور الوقت بدأت أحس إن الكيان ده مش بس بيهددني، ده بيستمد قوته من الخوف والفضول بتاعي. وكل لحظة بحس فيها إني قربت من فهم السر بيبقى هو كمان قرب من إنه يسيطر عليا. وكل حاجة حواليا ما عادش مستقرة، الأصوات، الظلال، حركة الأساس، كل حاجة بتتغير لوحدها. وكل خطوة كنت بخطيها في الغرفة كانت بتقربني أكتر من المواجهة مع الكيان. وكل ده كان جزء بسيط من الرعب اللي لسه قدامي. والملف الغامض كان المفتاح الوحيد، ومعاه كل الأسرار اللي هتخلي أي حد يعرفها يعيش كابوس حقيقي طول حياته. ومع كل صفحة بقلبها كنت بحس إن الوقت مش بتاعي، كل دقيقة بتعدي بتزيد الرعب، وكل لحظة بحس إن البيت نفسه بيتحرك حواليا، وكل شيء حواليا أصبح مش طبيعي، كأن الحيطان بتتنفس والظل بتاع الكيان برضه بيتحرك معايا. بعد ما عشت الرعب في الطابق التاني وشفت الكيان والملف الغامض، حسيت إن البيت مش بس مهجور، ده عبارة عن فخ للناس اللي بيقربوا منه. كل خطوة كنت بخطيها كانت بتقربني من معرفة سر اختفاء الشخصيات اللي الأسماء بتاعتهم في الملف. الجو حواليا اتغير تماما، بقى فيه رطوبة غريبة ورياح باردة داخلة من الشباك المكسور بتقطع جسمي، وكل الأساس بدأ يتحرك لوحده.
كأن في قوة غير مرئية بترتب المكان حواليا، وسمعت أصوات مكتومة زي همسات بتكرر الأسماء اللي اختفوا. وفي كل مرة كنت بسمع الاسم حسيت إن في حاجة بتحاول تحذرني، لكن الفضول كان أقوى مني. فتحت صفحة جديدة في الملف ولقيت تفاصيل أغرب عن اختفاء فتاة اسمها مروة، وآخر مكان شوهدت فيه كان غرفة نوم البيت، والكيان كان ظاهر جنبها قبل ما تختفي. ومع وصف الأحداث حسيت بالصدمة، كل حاجة في البيت كانت مرتبطة بيها بشكل غريب وكأنها لسه موجودة في المكان. وفي وقت ما كنت بحاول أفهم ظهر قدامي ظل أكبر من أي وقت فات، وبدأت أشوف ملامحه أوضح، شبه إنسان بس برضه مش طبيعي. الجلد شاحب، العيون سودة، كل حركة ليه كانت بطيئة ومخيفة، ومعاه شعور تقيل من الخوف. حسيت إن وجوده حواليا بيضغط عليا جسديا ونفسيا. كل الأصوات حواليا بقت أعلى، وكل مرة أسمع صوت خطوة بتقرب. فجأة لقيت الباب بيتقفل بقوة ورايا، الأرضية بتتهز تحت رجلي، وكأن البيت نفسه بيطلع كل طاقته. ومع كل صرخة صغيرة مني حسيت إن الجن اللي موجود في البيت بيستمد قوته من خوفي. وبدأت أشوف ظلال متعددة تتحرك حواليا بسرعة غير طبيعية، بعضها يشبه البشر وبعضها غريب تماما، كلها محصورة في البيت، وكل ظل عنده شعور بالعداوة اتجاه أي حد بيدخل. فتحت الملف تاني وبدأت أقرأ التفاصيل عن الجرائم الغامضة اللي حصلت قبل سنين. كل واحد من اللي اختفوا كان له علاقة بالبيت، بعضهم حاولوا يهربوا من لعنة، وبعضهم انجذبوا للفضول، وكل مرة كان موجود اسم جديد بيظهر في الصفحة. كنت بحس بأشعريرة جديدة، وكل صفحة بقلبها كانت بتكشف عن جريمة جديدة، عن ناس اتقتلوا بطريقة مرعبة وجرائمهم كانت مرتبطة بنفس الكيان. والملف كأنه سجل كل الأحداث، وكل لحظة كنت بقرب من فهمه كنت بحس كأن البيت نفسه بيضحك عليا، وكل ضوء داخل الغرفة كان بيخلي الظلال تتحرك أكتر. وفي نص الصفحة الأخيرة لقيت رمز غريب، شكل دايرة محفور فيها حروف مش مفهومة. حسيت إن ده مفتاح اللعنة نفسها، وكل اللي يعرفه أو يحاول يقرأه بيتعرض لمواجهة مباشرة مع الكيان. وكل مرة كنت أحاول أفهم الرمز كنت بحس إن الجو حواليا بيتجمد، وكل شيء حواليا بيبدأ يتحرك بشكل غريب. وبدأت أسمع أصوات مكتومة، همسات، صرخات، وأحيانا صوت ضحك غريب ومخيف في نفس الوقت. كل ده كان بيقربني من المواجهة مع الكيان الحقيقي. والملف أصبح دليل وفخ في نفس الوقت، وكل ما أقرأ أكتر كل ما بشعر إن الجن حواليا أصبحوا أكتر، بيتحركوا في الغرف، في الظلال، في المراية، حتى في نفسي، كأنهم عارفين كل حاجة عني. وكل اسم في الملف كان مرتبط بلعنة كبيرة، وكل مرة كنت بفتح الصفحة كان بيظهر شخص جديد مختفي في الحقيقة. والكيان كان بيقوي نفسه بوجودي، والبيت كله أصبح كأنه كائن حي، وكل شيء فيه بيتحرك ويتنفس. اللي حصل ليا في الأجزاء اللي فاتت كان مجرد بداية صغيرة، لكن دلوقتي كل حاجة حواليا بقت مكثفة. البيت المهجور ما بقاش مكان عادي، ده أصبح كيان حي. كل حيطة وكل خشبة وكل ضلع في البيت كان بيتحرك بشكل غريب، كل صوت كان بيخنق قلبي. كل مرة بفتح الملف الغامض كنت بحس إن الجن حواليا بيستعد للهجوم. والكيان اللي ظهر لي قبل كده كان أقوى وأوضح، وبدأ يظهر قدامي بشكل شبه بشري، لكنه أكبر وأطول وبيتنفس بصوت تقيل كأنه بيهددني. ومع كل خطوة كنت بخطيها في الغرفة كأن كل شيء حواليا بيتهز أو يتحرك لوحده، الأساس والستاير، حتى الضوء اللي بيدخل من الشباك المكسور كان بيتغير فجأة. وفي كل مرة كنت بقلب صفحة من الملف كنت بحس برعشة شديدة، كأن الأوراق نفسها بتنقل الطاقة الغريبة اللي في البيت. لقيت في الملف تفاصيل عن اختفاء شخصين مهمين اسمهم كريم وسارة، وكل واحد منهم كان له علاقة بالبيت بشكل مباشر. كريم كان آخر شخص دخل البيت وحاول يكتشف سر اللعنة، لكنه اختفى بدون أي أثر. وسارة كانت آخر من حاول يهرب من الجن. كل قصة منهم مليانة رعب حقيقي، والجريمة المرتبطة بيهم كانت واضحة.
كل تفاصيل اختفائهم موجودة في الملف، وكل مرة كنت بقرأها كان بيظهر لي إحساس بالخوف، كأنهم حواليا بيصرخوا لكن محدش بيسمعهم غيري. كل خطوة كنت بخطيها كنت بحس إن الكيان بيراقب كل حركة مني وبيقيس شجاعتي. كل مرة أتعامل مع الملف كنت بحس إنه بيزيد قوته، كأنه بيتغذى على فضولي وخوفي في نفس الوقت. وصلت الغرفة تحت الأرضية، الباب القديم هناك كان مقفول بقفل مصدي، ومع ذلك حاسة غريبة شدتني إن أفتحه، وبدأت أشعر بوجود حرارة غريبة وكأن الكيان عايزني أعدي الخطوة ديت. ومع كل خطوة لتحت الأرضية بتتهز بقوة والهواء بيتجمد، وسمعت أصوات مش مفهومة كأنها مزيج من صراخ وضحك وهمسات. وكل ما نزلت أكتر حسيت بالكيان بيقرب مني أكتر من أي وقت فات. كل ظل كان بيتحرك بسرعة غير طبيعية حواليا، كل ضوء كان بيتقطع فجأة وكأن البيت نفسه بيخاف من أي مصدر ضوء. لقيت صندوق قديم مليان أوراق وفيه مفاتيح قديمة، وكل مفتاح له رمز غريب مكتوب عليه. ولقيت ورقة فيها اسم مروة تاني ومعاه تفاصيل إضافية عن اختفائها. ولقيت إن كل الأسماء في الملف مرتبطة بالمفاتيح، وكل مفتاح بيحمي سر أو بيفتح لعنة أقوى. كل لحظة كنت فيها تحت الأرضية كنت بحس إن الجن حواليا بيستعدوا للظهور بشكل مباشر، وكل مرة بشوف الظل الكبير للكيان بحس إن الأرض حواليا بتنبسط أو ترتعش حسب وجوده. كل الأصوات أصبحت أقوى وأوضح، وكل حركة كانت بتخنق قلبي أكتر، وكل صفحة في الملف كانت بتكشف سر جديد عن البيت، عن اللعنة، عن الكيان. وكل لحظة كنت بقلبها كانت بتحسسني إني مش بعيد عن النهاية، لكن في نفس الوقت كنت بحس بالخطر اللي حواليا عمال بيزيد أكتر وأكتر. وكل خطوة كنت بخطيها كانت بتقربني من مواجهة مباشرة مع الكيان اللي مستني أي غلطة مني علشان يسيطر عليا. وكل الرعب اللي حواليا أصبح أقوى، والملف أصبح مفتاحي الوحيد للبقاء على قيد الحياة. وصلت آخر مرحلة في البيت المهجور، وكل شيء حواليا أصبح مش طبيعي. الظل والكيان والجن حواليا كانوا مستعدين، وكل خطوة كنت بخطيها كانت مليانة خوف شديد. كل الأصوات اللي كنت سامعها قبل كده اتجمعت في صرخة واحدة عالية ومكتومة، والهوا حواليا بقى تقيل جدا. الملف الغامض اللي معايا كان آخر أمل، وكل صفحة فيه كانت المفتاح لمواجهة اللعنة وفك أسرار الشخصيات اللي اختفوا. كل اسم كنت بقرأه كان بيزيد من قوة الكيان اللي قدامي. حسيت إن كل لحظة من الفضول والخوف بتزيد من سيطرته، وكل ضوء حواليا كان بيتقطع فجأة، وكل شيء في البيت بيتحرك بشكل مخيف. قررت أخيرا مواجهة الكيان مباشرة، مش قادر أكمل الهروب. جمعت شجاعتي ومسكت الملف كويس. الكيان ظهر قدامي كامل، ضخم وظله ممتد حواليا، عينه سودة وملامحه مش طبيعية، وكان بيهمس بصوت منخفض: انت اللي فضلت تقرأ، دلوقتي وقت الحساب. كل كلمة منه كانت بتخنقني، كل حركة كانت بتقربه مني أكتر. فجأة بدأت صفحات الملف بتطير في الهواء، وكل اسم كان بيظهر في ضوء أحمر مخيف على الحيطان، وبدأت الأصوات تتحول لصراخ مستمر. وبدأت أشوف وجوه الشخصيات اللي اختفوا: كريم وسارة ومروة وغيرهم، وكلهم موجودين حواليا، بعضهم في شكل ظل وبعضهم بيحاولوا يوصلوا لي رسالة إن الملف هو الحل. والكيان بدأ يهاجمني بشكل مباشر، وكل ما حاولت أتراجع الأرض بتتهز والظلال بتتحرك حواليا بشكل مخيف. فهمت إن الحل مش في الهروب، الحل إن أواجه الأسرار في الملف. بدأت أقرأ الصفحات بسرعة، كل اسم كنت بقرأه كان بيحرر جزء من اللعنة، وكل اسم مختفي كان بيظهر قدامي. وكل مرة كنت بحس إن الرعب يقل شوية، الجن حواليا بدأوا يختفوا، والكيان بدأ يفقد قوته تدريجيا، والملف كان بيتحرك كأنه بيتعاون معايا. كل لحظة كنت فيها بقرأ كل شيء حواليا بدأ يهدى، وكل الظلال بتختفي، والبيت بدأ يبرد، والضوء بدأ يرجع تدريجي. كل شيء كان واضح حواليا، كل الأسماء اللي اختفوا ظهروا في صورة هدوء كأنهم اتحرروا من اللعنة، والكيان اختفى بالكامل، والملف وقع مني على الأرض، والصفحات كلها بقت ساكتة. البيت بقى مهجور عادي، بس أنا كنت عارف إن كل حاجة حصلت كانت حقيقية. كل لحظة خوف وتجربة كانت صدمة وواقعية،
وكل الأسرار اللي كنت أعرفها عن الشخصيات اللي اختفوا وعن اللعنة والكيان انتهت دلوقتي، بس إحساس الرعب لسه جوايا. البيت حتى بعد ما هدى كان بيخبي أسرار تانية مش واضحة لأي حد، وكل اللي حصل كان درس عن الفضول والخوف وعن قوة الأماكن الملعونة وعن الأسرار اللي لما تخرج للنور ممكن تعمل بلاوي. والملف الغامض والكيان والجن كلهم كانوا مجرد جزء من كابوس حي اتكشف لي. كل شيء حواليا رجع طبيعي، لكن إحساس الرعب ولعنة الفضول هيفضل معايا طول حياتي. كل اللحظات اللي أنا عشتها في البيت المهجور ده هتفضل محفورة جوايا للأبد. لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش تشجعونا باللايك والاشتراك والكومنت الجميل. تصبحوا على خير.